في سؤال كده دايما بيتكرر وبيحير ناس كتير قوي. ليه واحد ممكن يكون شاطر جدا وخبرة بس يخسر شغلانة قدام حد تاني ممكن خبرته تكون أقل؟ الإجابة يعني في الغالب مش في الكفاءة قد ما هي في طريقة عرض الكفاءة دي نفسها. المصدر اللي معانا النهاردة هو فيديو مهم قوي بيشرح إزاي الواحد يقدر يقدم نفسه كويس قوي يعني بشكل فعال في مقابلة الشغل. هدفنا نفهم إزاي نوصل إمكانياتنا الحقيقية دي للشخص اللي بيعمل المقابلة ونقنعه إن إحنا الاختيار الصح، حتى لو في حد تاني السي في بتاعه يبان أقوى شوية. كلنا تقريبا جالنا الإيميل المحبط ده اللي هو بتاع لقينا مرشح أنسب. شعور مش لطيف خالص. طيب خلينا نبدأ بتسويق الذات ده، بس في سياق المقابلة تحديدا. الموضوع مش مجرد إن الواحد يقول أنا بعرف أعمل كذا وكذا صح؟ لا طبعا، القصد إنك توضحي بشكل مقنع إنك مش بس عندك المؤهلات المطلوبة، لا، الأهم إنك كمان الحل أو الشخص اللي الشركة فعلا بتدور عليه. لازم الاختيار يبقى واضح ومنطقي للمدير. تمام. وده بيحتاج تحضير استراتيجي مش مجرد ساعات طويلة وخلاص. بالظبط كده. النقطة دي مهمة قوي، مش الفكرة في الوقت قد ما هي في التركيز والتحضير الذكي. الفكرة كلها في التواصل الاستراتيجي اللي يخلي المدير يشوف فيكي إنك مناسبة للمستقبل بتاعهم، مش بس للماضي بتاعك. والتحضير الذكي ده هو بيبدأ بالبحث مش كده؟ لازم نفهم الشركة دي عايزة إيه وراحة فين عشان نعرف نتكلم نفس اللغة بتاعتهم. وده بنلاقيه فين بقى؟ موقعهم الرسمي، الأخبار عنهم، حاجات زي كده؟ أكيد الموقع والأخبار دي أساسيات طبعا، بس الأفضل كمان ندور أعمق شوية. يعني إيه آخر حاجة أعلنوا عنها؟ إيه المشاريع الجديدة اللي داخلين فيها؟ ده بيدي فكرة عن أولوياتهم دلوقتي. وممكن نسأل نفسنا أسئلة زي يعني إيه رؤيتهم على المدى الطويل، مثلا كمان 10 سنين، وخططهم القريبة الخمس سنين الجايين. ومهم كمان نركز على القسم نفسه اللي المفروض هنشتغل فيه. تمام قوي. فهمنا الشركة ورؤيتها. الخطوة التانية بقى نفهم الوظيفة نفسها كويس قوي صح؟ طبعا ده أساسي. الوصف الوظيفي دي مجرد بداية، لكن الأفضل لو قدرنا نفهم أكتر إيه التحديات الحقيقية اللي في الدور ده، إيه المهارات اللي فعلا بتفرق وبتخلي الواحد ينجح فيه. لو في فرصة نتكلم مع حد جوه الشركة أو حتى نسأل مدير التوظيف نفسه أسئلة أوضح، ده بيبقى مفيد جدا. يعني ممكن نسأل إيه أهم 3 حاجات مطلوبة فعلا في الدور ده؟ إيه شكل النجاح اللي بتتوقعوه؟ وده يوصلنا لنقطة مهمة جدا كانت في المصدر، تحديد نقاط البيع الفريدة أو USP زي ما بيقولوا. الموضوع ده ممكن يبان صعب شوية. يعني إزاي الواحد يعرف إيه اللي بيميزه فعلا عن غيره؟ هو فعلا محتاج وقفة مع النفس شوية، بس ممكن نبدأ نعمل قائمة كده بالمهارات الأساسية بتاعتنا، خصوصا المهارات اللي عرفنا خلاص إن الشركة محتاجاها من البحث اللي عملناه، ونضيف عليها الخبرات اللي ممكن ننقلها وتفيد في الشغل الجديد. الأهم بقى الإنجازات الواضحة والملموسة، الحاجات اللي عملناها وكان ليها أثر فعلا. وهنا مش مهم بس أقول عملت إيه، لأ، أوضح أثره كان إيه. ممكن نراجع تقييمات الأداء القديمة أو حتى نسأل مديرنا اللي فات كان شايف إيه نقاط قوتنا. الهدف نزود وعي بنفسنا عشان نعرف نتكلم في المقابلة. النقطة دي حلوة قوي. يعني مش كفاية أقول أنا بعرف أعمل كذا، لأ، لازم أوضح إزاي ده هيفيد الشركة الجديدة دي تحديداً. وهنا بقى تيجي خطوة ربط USP دي باحتياجات الشركة والوظيفة اللي بحثنا عنها في الأول. زي المثال اللي كان في الفيديو، شركة عايزة تتوسع في آسيا ومحتاجة مهارات شغل دولي ولغات معينة زي ياباني أو صيني. لو في مرشح عنده الخبرة دي بالظبط، ده تقاطع قوي جدا ولازم يبروزه. تماماً، هي دي بالظبط اللحظة اللي الصورة بتبدأ تكتمل فيها زي قطع البازل. التحضير ده هو اللي بيخلي المرشح يقدر يقول أنا فاهمة إنكم بتدوروا على كذا، وأنا عندي خبرة في تحقيق كذا وكمان في كذا وكذا اللي ممكن تحتاجوها قدام. ده اللي بيميز المرشح الفاهم وواعي عن اللي حافظ كلمتين وخلاص. ده كمان بيظهر إنك مش مجرد حد بيدور على شغلانة، لأ، ده أنت شريك محتمل ممكن يساعدهم يحققوا أهدافهم. طيب، وصلنا للمقابلة نفسها. الانطباعات الأولى دي فعلا بتفرق قوي. حتة الوصول بدري شوية، اللبس، لغة الجسد وكده. جدا جدا. التقييم بيبدأ من أول لحظة قبل حتى ما يتسأل أول سؤال. إنك توصلي قبل الميعاد ب10 دقايق مثلا، تكوني لابسة لبس مناسب لثقافة الشركة، مصافحة إيدك قوية، عينك في عين اللي قدامك، ابتسامة فيها ثقة. كل دي أساسيات بتدي انطباع بالاحترافية والجدية من الأول. ونيجي للسؤال الكلاسيكي اللي ناس كتير بتقع فيه،
كلمني عن نفسك. السؤال ده فعلا بالرغم من بساطته ناس كتير بتضيع فيه فرصة مهمة. أحسن طريقة ليه هو هيكل ماضي حاضر مستقبل. ماضيكي، خبراتك اللي ليها علاقة بالوظيفة. حاضرك، وضعك الحالي وإيه اللي بتعمليه دلوقتي. مستقبلك، ليه مهتمة بالوظيفة دي وإزاي شايفة نفسك ممكن تساهمي فيها. مهم قوي تكون الإجابة مترابطة بالوظيفة وتبرز شغفك ونقاط قوتك اللي ممكن ما تكونش واضحة قوي في السي في. وكل ده يعني في دقيقتين لتلاتة بالكتير قوي. تمام. وفي سؤال تاني برضو مهم، ليه شايفة إنك مناسبة للوظيفة دي؟ هنا بقى بنستخدم كل التحضير اللي عملناه قبل كده، صح؟ بالظبط كده. هنا بقى وقت استعراض القوة. نبدأ نأكد إننا فاهمين كويس متطلبات الدور الأساسية بناء على البحث والكلام اللي حصل، وبعدين نقدم أمثلة محددة وواضحة من خبراتنا وإنجازاتنا تثبت إننا نقدر نعمل المطلوب ده. مش كلام عام وخلاص، لأ، مواقف حقيقية ونتائج بالأرقام لو أمكن. مثلا فهمت من كلامنا إنكم محتاجين حد يقود فريق المبيعات عشان يحقق زيادة قول 15%. في شغلي اللي فات قدرت أزود المبيعات بنسبة 20% عن طريق إني عملت كذا وكذا. أمثلة واقعية. النقطة الأخيرة بقى والمهمة قوي فعلا، حتة طرح الأسئلة في نهاية المقابلة. المصدر شدد قوي على أهميتها. دي نقطة أساسية. ما ينفعش أبداً نقول لأ شكراً عنديش أسئلة. ده بيدي انطباع وحش جداً، يا إما عدم اهتمام أو عدم تفكير عميق في الدور. الأفضل طبعاً نكون محضرين سؤالين أو 3 أذكياء، أسئلة تبين إننا فكرنا كويس في الدور وفي الشركة. أكيد مش أسئلة إجاباتها على جوجل يعني. ممكن نسأل مثلاً إيه أكبر تحدي بيواجه الفريق حالياً؟ أو من وجهة نظر حضرتك إيه شكل النجاح في الدور ده بعد 6 شهور؟ أو حتى إزاي الدور ده بيساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الشركة الكبيرة. النوع ده من الأسئلة بيظهر تفكير استراتيجي واهتمام حقيقي بالشركة وبالمستقبل فيها. يبقى الخلاصة كده إن التحضير الكويس والاستراتيجي وفهم احتياجات الشركة كويس وربطها بإمكانياتنا وخبراتنا هو ده المفتاح عشان نقدر نسوق نفسنا صح في المقابلة ونوصل للي قدامنا إننا فعلا الاختيار الأمثل، مش مجرد مرشح تاني وخلاص. وفي فكرة أخيرة كده ممكن نفكر فيها ونختم بيها. بدل ما نركز بس على إنجازاتنا اللي في الماضي، إزاي ممكن نوصل لمدير التوظيف ده الأثر المستقبلي اللي إحنا ممكن نضيفه؟ يعني إزاي مهاراتنا وخبراتنا دي هتساعد الشركة بشكل مباشر تحقق أهدافها اللي جاية، رؤيتها المستقبلية؟ لما نوصل للنقطة دي المقابلة بتتحول من مجرد أسئلة وأجوبة لعرض قيمة حقيقي ومقنع جدا